يعطيكن العافية. اجى عبالي الفطاير وما في كهرباء مشان شغل الفرن، فقررت أعملها على المقلاية. أول شي جهزت العجينة، استخدمت 3 كاسات طحين وملعقة صغيرة خميرة وملعقتين صغار سكر ونص ملعقة بيكنج باودر وملعقة صغيرة حبة البركة وملعقة صغيرة سمسم وملح وملعقة صغيرة أوريجانو و5 ملاعق زيت زيتون. فركتن منيح، بعدين ضفتلن كاسة حليب وعجنتن، وربع كاسة مي دافية وعجنتن كتير منيح. ضلوا عجنوها لتصير طرية وناعمة بهالشكل. تركتها ترتاح نص ساعة، وهون رح جهز الحشوة. استخدمت بطاطا مسلوقة وقليت بصلة بشوية زيت زيتون، ضفت ملح وفلفل أسود وفلفل أحمر على البطاطا وكمون وشوية بقدونس مفروم والبصلة اللي قليتها وشوي من الثوم المدقوق. وهون العجينة بعد ما ارتاحت بلشت شغل فيها. قطعتها ل6 قطع بهالحجم، انتو بتتحكموا بحجم القطع، انا بدي اياها بهذا الحجم. فردتها وحطيت للبطاطا المسلوقة اللي جهزتها وضفت لها شوي من جبنة القشقوان وسكرتها بهالشكل. رشيت عليها شوية طحين وفردتها بالشوبك، بدي اياها بهذا الحجم وبهي السماكة. دهنت بالمقلاية شوية زيت وفردت الفطيرة عليها بهالطريقة وقلبوها لحتى كل وش يستوي ويتأمر. خلوها على نار وسط واضغطوا عليها بهالطريقة، وهيك صاروا جاهزين معي. دهنتها بشوية زبدة دايبة، فيكن تدهنوها بزيت بيعطيها طراوة. وشوفوا منظرهم شو حلو، كأنهم طالعين من فرن، والعجينة طرية وهشة والحشوة ولا أطيب من هيك.